تخيلي ان جوزك يقولك انك ملكيش اي قيمة في حياته، وكل ما تطلبي الطلاق يرفض. لا بيحبها ولا بيقدرها ولا بيراضيها ولا بيحترمها، ولا حتى لما بتزعل وتروح عند اهلها بيروح يجيبها بنفسه. ومع كل ده رافض يطلقها. لا، والاغرب عايز يخلف منها كمان. مساء الخير. صاحبة مشكلتنا النهاردة بعتة بتقول: انا عايزة اسأل، ايه اللي يخلي واحد يكمل مع واحدة وهو مش عايزها، مش بيحبها ولا بيحترمها ولا بيقدرها ولا ليها أي قيمة عنده ولا ليها لازمة أصلا؟ لا بجد، ليه؟ ليه؟ أنا مش جميلة قوي ولا واجهة زي ما هو بيقول، ولا اجتماعية ولا بخدم أمه ولا بعرف أتكلم ولا بعرف أتصرف ولا أعمل أي حاجة زي الستات. أنا أصلا مش عارفة هو ليه اتجوزني وليه مكمل معايا لحد دلوقتي، وخصوصا إن أنا بمثلوش أي حاجة في حياته. ده لو خيروه بيني وبين اي حاجة تانية هيختار اي حاجة في الدنيا الا انا. دايما يقول لي اهلي واخواتي اهم حاجة عندي، اهلي واخواتي وبس. عايز يعرفني ان ماليش قيمة في حياته خالص. كلامه معايا كله استجواب وانتقادات ونقد وتوجيه طول الوقت. عملت ده ليه؟ ما عملتيش ده ليه؟ ولازم ينتقد اي حاجة بعملها. عمري ما عملت اي حاجة وعجبته، وكل ما اقول له طلقني ما بيرضاش. ده انا في مره اتنازلت له عن القايمه والذهب وقلت له هبريك من كل حاجه بس اعتقني لوجه الله، وبرضه رفض يطلقني. سبت البيت ورحت عند اهلي وبرضه رفض يطلقني. مستحيل لما ازعل وامشي مستحيل يجي يصالحني. بيبعت اي حد يجي ياخدني، وارجع البيت الاقيه مكشر ومش طايق يكلمني. اقول له طب جبتني ليه؟ يقول لي انا ما جبتكيش. طلقني مش دلوقتي. والأدهى من كده عايز يخلف مني تاني، أقصد تالت. طب ليه؟ ليه؟ أنت مش بتحبني أصلا ولا أي حاجة بعملها بترضيك، عايز تخلف مني تاني ليه؟ أنا ما بقتش فاهمة حاجة ولا عارفة هو عايز مني إيه، ولا عندي حاجة أصلا أديها. بجد تعبت أوي، أعمل إيه؟ بص يا ست البنات، أنا شايفة إن أنا شايفة إن المشكلة مش إنه يحبك أو لأ، لأن الحب لوحده مش كفاية أصلا. الأهم إنه يحترمك ويقدرك ويشوف قيمتك كشريكة حياة. والحقيقة المشكلة الأكبر من وجهة نظري إنك من كتر ما سمعتي نقد واستهانة وتقليل بدأت تصدقي الكلام ده عن نفسك، بدأت تشوفي نفسك بعينيه. وده أخطر حاجة ممكن تحصل لأي إنسان. أي إنسان في الدنيا يقدر يتحمل أسوأ معاملة لفترة، لكن لما يبدأ يقتنع إنه قليل وإنه ملوش قيمة، كده بدأ يخسر نفسه. ودي الخسارة اللي صعب جدا تتعوض. أول حاجة محتاجة تعمليها إنك تبطلي تجري ورا رضاه في كل حاجة، لأن واضح من كلامك إنك بقالك سنين بتحاولي ترضيه وتكسبي إعجابه، والنتيجة إنك بتتوجعي كل يوم أكتر. اقعدي مع جوزك للمرة الأخيرة وتكلمي معاه بصراحة ووضوح واسأليه إيه اللي مضايقك فعلا، إيه اللي محتاج يتغير، إيه اللي ناقص في العلاقة من وجهة نظرك. وقولوا له بوضوح إن أهم حاجة عندك الاحترام، وإنه لو فعلا عايز يحافظ على بيته لازم يبقى فيه مجهود من الطرفين واحترام متبادل. وفي نفس الوقت ما تقعديش مستنية نتيجة الكلام وتفضلي معلقة حياتك كلها عليه. ابدأي ارجعي لنفسك من النهاردة. لو تقدري تشتغلي اشتغلي، لو تقدري تتعلمي حاجة جديدة اعملي كده، انزلي رياضة، وسعي دايرة معارفك، اهتمي بنفسك وأولادك وحياتك وشكلك بكل تفاصيلك. اعملي أي حاجة تفكرك إنك ليكي قيمة واحترام ووجود، بعيد عن رأي أي شخص بيحاول يهز ثقتك في نفسك. وخلي فيه حدود. الحدود مش خناق، والحدود مش تجاهل. الحدود إنك تعرفي إيه اللي تقبليه وإيه اللي ما تقبلهوش، وإيه اللي لو استمر هيبقى له عواقب. وكمان ما تفكريش في طفل جديد دلوقتي خالص. طفل الجديد لا هيبني حب ولا هيبني احترام ولا حتى هيعالج جرح بقاله سنين. هو هيخلق لنا ضحية جديدة بس.
اما لو بعد كل ده ما حصلش اي تغيير حقيقي ولا تقدير ولا احترام ولا رغبة حقيقية في اصلاح العلاقة، هنا لازم تفهمي حاجة واحدة، ان مصير حياتك مش لازم يفضل معلق على رأي شخص واحد. انت ليكي شخصيتك، ليكي رأي، ليكي حقوق، ليكي اختيارات، وساعتها هتبقي اهدى واقوى وتقدري تاخدي القرار المناسب ليكي ولأولادك ولمستقبلك، سواء كان الاستمرار بطريقة تحافظ على كرامتك او اي طريق تاني تشوف انه الاصلح ليكي. واخر حاجة عايزة اقولها لك، ما تسمحيش لحد يقنعك انك مالكيش قيمة ويقلل من قيمتك لمجرد ان هو مش شايف قيمتك، لان قيمة الانسان مش بتتحدد بنظرة شخص واحد. اللي بيحترم نفسه بيجبر الكل يحترمه. مستنية رأيكم في التعليقات. انا صافي ودي كانت حلقتنا النهاردة.